المستمعين صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتفتح فيه الفيديو. وزي ما اتعودنا مع بعض بنعرف الاول المكان المتواجدين فيه. دلوقتي احنا في منطقه الاقصر، الضفه الغربيه، مقابر النبلاء او الاشراف. ونبدا مع بعض الشرح على طول. هنلاقي في مقابر الاشراف او الافراد انه تم اكتشاف 446 مقبره، والمقابر دي متقسمه اثنين: مزار علوي وغرفه الدفن السفليه. وهنلاقي في جميع المقابر المزار العلوي فيها مناظر، وغرفه الدفن ما فيهاش مناظر. ونبدا من مقبره رعمس اللي هو رعموزه. مقبرة رعموزة هي واحدة من أهم مقابر طيبة الغربية كلها، ورعموزة ده بيعني الوليد رع أو ابن رع. النبيل رعموزة كان بيشغل منصب كبير جدا في طيبة، وهو محافظ طيبة في نهاية عصر أمنحتب الثالث وبداية عصر أخناتون اللي هو أمنحتب الرابع. المقبرة دي مهمة جدا، وده عشان عاصرت مرحلتين انتقاليتين في التاريخ المصري القديم. والمقبرة دي حضراتكم فيها أعلى مستويات النقش في الحضارة المصرية القديمة، اللي اتعملت في منطقة الحوض السفلى من سيدي عبد القرنة. وبتتميز الحوض السفلى بأن جميع المقابر فيها منحوتة على الصخر، وبأن الحجر الجيري بتاعها على درجة عالية جدا، وده اللي خلى مناظرها بتتنفذ باسلوب النقش. وعشان كده بدايه من عصر الاسره 18 لغايه نهايه عصر أمنحتب الثالث هنلاقي جميع مقابر الاشراف فيها موجوده في الحوزه السفلى. اما بعد نهايه عصر الاسره 18 انتقل الدفن في الاشراف للحوزه العليا، وهو قمه جبل سيدي عبد القرنه، وده لان الحوزه السفلى كانت اتملت خلاص وما عادش في مكان في الحوزه السفلى، وعشان كده بقى الدفن على قمه الجبل في الحوزه العليا. وفي منطقه الحوزه العليا حضراتكم كان في عيب ومشكله الحجر الجيري، انه كان بيتفتت، وعشان كده كان بينفذ المناظر باسلوب النقش، فكان عليه انه بيغطي الجدران بطبقه من الطمي المخلوط بروث البهائم والتبن، وبعد كده بيغطيه بطبقه من الجبس، وبيقوم راسم عليه المناظر. وعشان كده هنلاقي المناظر في الحوزه العليا منفذه بالرسم مش بالنقش زي الحوزه السفلى. مقابر الحوزه العليا بتبدا من نهايه عصر الاسره 18 الى الاسره 20. لكن بعد الاسره 20 كان اللي ما لقاش مكان فاضي سواء فوق او تحت كان بينحت مقبرته في اي حته بقدر المستطاع. مقابر الاشراف بسيدي عبد القرنه كانت بتتميز سواء كانت فوق او تحت بعده مميزات. اول حاجه المقبره بتبدا بفناء مفتوح زي اللي هنشوف في مقبره رعموزه، وبتقدم الفناء صرح مبني من الطوب اللبن. وهنلاقي برضه في مقبره رعموزه ان في بقايا لا تزال موجوده من الصرح ده بتتقدم فناء مقبره رعموزه. بنوصل لغرفه الدفن عن طريق بئر بيتعمل في الفناء المفتوح، بيكون بره المقبره، وده على اساس ان ساعه الوفاه بينزل التابوت وبيقوموا بقفل البئر وما بيتفتحش مره تانية. بعد كده هندخل للمقبره من جوه، واللي هنلاقيها بتبدا بصالب العرض وصالب الطول، يعني هنلاقيها زي حرف التي المقلوب. والمقبره بالشكل ده هنلاقيها زي مقابر الاسره 18 والاسره 19 سواء في الحوزه العليا او في السفلى. مناظر الصاله العرضيه بتتميز بانها مناظر للحياه الدنيويه، لحياه المتوفى واعماله ومناصبه، واهم منظر فيها بيكون منظر الوليمه. فهنلاقي في المنظر ده عائله المتوفى حاضرين معاه، بيحضروا معاه الوليمه سواء كانوا احياء او اموات، بمعنى انه ممكن يكون في ناس اموات في ناس ميتين لكن حاضرين الوليمه. مناظر الصاله الطوليه تحتوي على مناظر دينيه متاخده من كتاب الموتى، واللي بتمثل رحله او موكب الجنازه. لكن في بعض الاحوال اذا كانت المساحه ما كفتش بيغير شويه في توزيع المناظر، واذا الوفاه حدثت فجاه زي ما حصل معانا في مقبره رعموزه فهنلاقيه ينفذ مناظر الجنازه في الصاله العرضيه وبيستغنى عن الصاله الطوليه تماما. وزي ما قلنا ان مقبره رعموزه مهمه جدا، وده لاسباب كتير، اهمها انها اعلى مستوى للنقش في عصر امنحتب الثالث بالنسبه لمقابر الاشراف. تاني حاجه انها صورت لنا منظر موكب الجنازه كامل، وده اللي بيعادل الفصل الاول من كتاب الموتى، واللي بيتسمى بفصل العبور او الذهاب الى الجبانه، والفصل ده بيتصور على المقبره بشكل كامل. اما ثالث حاجه مناظر المقبره جمعت مدرستين في الفن، مدرسه امنحتب الثالث ومدرسه فن العمارنه من عصر امنحتب الرابع. المقبره حضراتكم في عصر الدوله الحديثه بالنسبه لمقابر الاشراف كانت بتبدا بفناء مفتوح، وبعد كده بوابه، يعلو البوابه هريم او هرم صغير الحجم. الهرم ده كان بيحتوي على تمثال متوفى، واللي بيكون ماسك لوحه فيها انشوده لاله الشمس رع من الفصل 175 من كتاب الموتى. بندخل بعد كده المقبره هنلاقي الصاله العرضيه وراها الصاله الطوليه، اللي هنلاقي في اخرها مقصوره القربان، وده عباره عن نيش صغير بيوضع فيه تمثال متوفى، وبيكون امامه مائده قرابين، وبتتقدم القرابين على روح المتوفى في بعض الاحيان. وممكن برضه لزياده الامان كانوا بيخلوا البئر داخل مقصوره القربان بدل ما هو قاعد بره في الشارع في الفناء. في المقبره بعد ما الانسان بيتوفى بيوضعوا جثته في غرفه الدفن ومعها الاساس الجنزي. الجزء العلوي اللي في المقبره سواء كان الصاله العرضيه او الطوليه مش بيتحط فيه اي اساس جنزي. الصاله العرضيه بتكون ليها بوابه من الخشب، والبوابه دي تتفتح بس من اهل المتوفى في اعياد الجنازه او في ذكرى وفاه الميت او في الاعياد الدينيه الكبيره، وده عشان بيقدموا على روح الرحمات، وبيقدموا كمان القرابين الخاصه له على روحه. بتتميز مناظر الاسره 18 انه بيكون منظر واحد وثابت. بالنسبه لصاله الاعمده فهي بتكون 32 عمود 16 و16، وبنلاحظ تطور النقش والنحت، ده طبعا بالاضافه لمناظر الموكب الجنزي. وبنلاقي منظر على يمين وشمال الباب، وده منظر لصاحب المقبره هو داخل وهو خارج. المنظر ده عباره عن انشوده للمتوفى. الانشوده دي معروفه عندنا من الدوله القديمه وليها نص كمان، نصها بيقول:
ولسوف تجعلك الآلهة تدخل وتخرج مثل عادتك يوم كنت تحيا على الأرض. وعشان كده المنظر ده بيصور على المقبرة عند الباب كأنه داخل من باب الآخرة وراجع لباب الآخرة مرة تانية، وبيكون قدامه فيه نص بيشكل الفصل 175 من كتاب الموتى، وده اللي بيصلي فيه تحية للشمس عند إشراقها كل صباح، ونصها تسبيحة من الإله رع عندما يشرق في الأفق الشرقي من السماء عندما تفتح الإله نوت يديها لتدفعه إلى الدنيا. الصلاة دي حضراتكم بتتكتب على اليمين والشمال، وبعد كده على قد الحيطة هنلاقي أنشودة، ودي اللي بتختص بقربان روح المتوفى، ونصها إن كا إن روح إن كا إن ربا حاتي عا، وده معناه إلى الأمير المشرق على المدينة وهو رعموزة، وبيظهر وهو بيقدم القرابين لإله الشمس مع الضوء اللي بيظهر في الصباح. فبيظهر في المنظر رعموزة وتكون خلفه زوجته وخلفهم الخدم حملة القرابين اللي بيرافقوا رعموزة وقت تقديم القرابين. وبنجد في القرابين العنب والتين وزهرة اللوتس اللي بتقدم كهبة لنفس الحياة، وهنلاقي كمان الرمان والأوز واليمام. هنلاقي في النقش حاجة مهمة جدا، إنه كان بيمشي خط أحمر وبعدين اللون الأسود عشان يكون نص جاهز للنقش. لكن هنلاقي إن في منظر مش مكتمل، وإن المنظر ده بينتهي بس عند تقديم القرابين عند المدخل. بعد كده بيظهر لنا منظر تاني اللي هو التطهير، فبيظهر رعموزة وبيكون حواليه كهنة السم الجنائزيين وهم بيصبوا ماء التطهير على روح الجسد المتوفى. وهنلاقي مكتوب على المنظر ده أفو شيبس بمعنى الطاهر الخالد، ويعني كمان إن الإنسان ده تم تطهيره فأصبح خالدا. فوق المنظر ده بيظهر رعموزة ووراه زوجته وقدامه بناته، وهنلاقي واضح من العائلة كلها إن السيدات كانت بتعمل في معبد آمون بالكرنك منشدات للإله آمون، وعشان كده هنلاقيهم ماسكين أدوات موسيقية. بعد كده هنلاقي قايمة قرابين بيكرسها المتوفى، وطبعا كنا متعودين إنها بتكون لوحة مكتوب عليها النص، إنما هنا هنلاقي النصوص مكتوبة حفر، وكمان هنلاقيه مرتب لي الكهنة اللي بيكونوا حاملين القرابين. فهنلاقي الكهنة وهم شايلين أدوات الجنائزية زي الزيوت، المشروبات، الدهانات العطرية، والدهانات العطرية دي أنواع كتير مش نوع واحد، فهنلاقي دهان واثنين وثلاثة في المنظر. وهنلاقي في المنظر اللي تحت منه كهنة شايلين الحاجات اللي هيتقدم على مائدة التطهير، فهنلاقي بخور وبخور تاني وحبتين وثلاث حبات بخور، وفي نبات أخضر وعنب ومية كمان وأدوات غسل وقطع لحمة. بعد كده هنلاقي خبز، يعني دي أنواع محددة بيطلبها المتوفى حاجة في قائمة القرابين وبيحددها وبيحدد عددها. من البخور هنلاقي أنواع كتيرة، ومن كل نوع هنلاقيه طالب عدد، طالب مرة 2 أو 3 أو 4، يعني كده بالتحديد كل واحد وإمكانياته. بيظهر معايا بعد كده رعموزة وبيكون ماسك في إيده إناء عطري، وده الدهان العطري اللي كان بيتعمل من البخور والزيوت العطرية وسمنة بلدي وبيخلطوها مع بعض وبتديني بقى دهان لونه أحمر. والدهان ده حضراتكم كان له ريحة عطرية جميلة جدا، وكان قوامه كده زي الكريم، وعشان كده كانوا بيحطوها على راسهم. فهنلاقي مناظر ممكن تكون راسهم لونها أبيض وعليها لون أحمر، وكان بيدي الشعر كأنه فيه لمعان. في منظر تاني هنلاقيه ماسك الكريم ده في إيده وبيشمه، وفي الإيد التانية زهرة اللوتس رمز الحياة. في المنظر اللي تحت منه كان فيه وزة، والوزة دي رمز من رموز الخصوبة، وكمان هي بترمز للإله آمون. عشان كده في عصر العمارنة أيام أخناتون أمر بإزالة جميع صور آمون من المعابد والمقابر، وعشان كده هنلاقي الوزة دي أزيلت من المنظر. ورا منه هنلاقي زوجته بتظهر وبتشارك في المنظر، وكمان هنلاقي أبو رموزة وأمه هم وجالسين بيظهروا معانا في المنظر، هم بيشاركوا النبيل في مقبرته. بنلاقي بعد كده منظر الوليمة وهو منظر أساسي خلال أسرة 18، وفي منظر الوليمة بيظهر المتوفى صاحب المقبرة ومعاه زوجته جالسين بياكلوا وليمة كبيرة بيشاركوا فيها مجموعة كبيرة من العيلة، حتى وإن كان من ضمن المشاركين في المنظر متوفين، ده على أساس إن دي أمنية للمتوفى إنهم يشاركوه في العالم الآخر. وعشان كده هنلاقي رموزة قاعد وأخوه المتوفى قاعد جنب منه ومعاه زوجته بيشاركوه في الوليمة، وكمان هنلاقي أخوه التاني وهو قائد الخيول الملكية، وعشان كده هنلاقي الخيول مرسومة معاه في المنظر. فهنلاقي في منظر رموزة ومعاه زوجته، وفي منظر تاني ومعاه بنته وأمه. وطبعا احنا بنعرف الكلام ده من خلال النص المكتوب فوق كل حد، فهنلاقي مثلا مكتوب سات اف ودي اللي معناها بنته، وموت اف معناها أمه. وطبعا كلمة موت بتشير للإله موت زوجة الإله آمون، ودي طبعا أزيلت أيام العمارنة. بنلاقي بعد كده إله إيمنت ربة الغرب والجبانة لابسة اللون الأحمر، وبتعتبر حتحور ربة الجبانة منتظرة المتوفى عشان يدفن في المقبرة بتاعته. فوق من المنظر ده هنلاقي الكهنة حملة القرابين هم بيودوها للمقبرة قبل قدوم الموكب، وفي حد من الكهنة بيكون معاه شريطة بيضة في إيده، وده بيمثل الكاهن المرتل اللي بيرتل التراتيل الدينية وقت قدوم الموكب للمقبرة. بنلاقي بعد كده 8 أفراد بيرقصوا، ودول بيمثلوا الرائصين الجنائزيين عشان يزيلوا رهبة الموت من روح المتوفى. قال إيه؟ عشان يزيلوا رهبة الموت من روح المتوفى عند قدوم الموكب. فيكم الخير عملتوا الواجب وزيادة، يترد لكم في أقرب متوفى ونرقص على روحكم. بعد منظر الرقاصين ده بيظهر معانا 4 تيران
الأربعة لازم يكونوا ألوانهم تكون ألوانهم مختلفة عن بعض، يعني ممكن أبيض، أحمر، أسود، رمادي أو أشهب. والأربع تيران دول بقى هم اللي هيضحوا بيهم قدام باب المقبرة، ودول بيمثلوا أركان الكون كلها. ومع التضحية بأربع تيران إنه بيقضي على الشر في الكون كله. ورا الأربع تيران هنلاقي أربع تيران تانيين، ودول بقى مربوطين في راسهم بحبل وبيجروا زحافة عليها قربة سوداء، واللي بتعني في اللغة المصرية القديمة إيميوت دي اللي هي القربة، واللي فيها الأحماض الأمينية اللي بتنزل من جسد المتوفى وقت عملية التحنيط. وقدام منها كهنة وخلف منها كهنة، وده عشان لما بيوصل عند غرفة الدفن تتحط في حوض من ملح النطرون فبيتصفى وبتبقى عبارة عن أحماض وسوائل الجسم. بعد كده بيحطوها في القربة دي وبتدفن أمام باب المقبرة. أما الوحيد اللي تم العثور على القربة اللي قدام مقبرته كان الملك توت عنخ آمون. أما الأواني الكانوبية فبيحطوا فيها الأحشاء. بعد منظر القربة بيظهر معانا منظر لكاهن لابس أبيض، وده بيسمى كاهن السم، وده الكاهن الجنزي اللي بيعمل الطقوس الجنازية قدام باب المقبرة. فهنلاقيه وهو ماشي وماسك زحافة في إيده، والزحافة دي بيكون عليها تابوت المتوفى، وبرضه ماسكة في التيران اللي ماشية قدامه. ورا منه زحافة تانية صغيرة بيكون عليها الكانوبي الجار، الأواني الكانوبية اللي قلنا بتحتوي على أحشاء المتوفى. في المستوى اللي تحت المنظر ده هنلاقي الموكب وصل باب المقبرة. عند باب المقبرة بيتم إقامة الجسد، واللي هنلاقيه في المنظر ده لونه أصفر. دي بقى الموميا بتاعة المتوفى. قدام منها الكاهن الجنزي، هو بيعمل تقصية فتح الفم. تقصية فتح الفم تتكون من 75 مرحلة، وده اللي بيعني 75 تقصية بتتعمل من إشراقة الشمس حتى الغروب. الهدف من التقصية دي إن هي بتمكن الجسد إنه يصبح حي ويبعث في العالم الآخر دون الحاجة لوجود أحشاء في داخله. وده عشان هم لما كانوا بيحنطوا الميت كانوا بيشيلوا منه الأحشاء. طب وهو هيحيا إزاي عشان يبعث في العالم الآخر حي؟ فكان لازم بيتعمل له تقصية فتح الفم، يعني كده بيعملوا إحياء رمزي واللي بيمكنه للذهاب للعالم الآخر. والتقصية دي بتتم لازم قدام باب المقبرة مباشرة. بيقدموا بعد كده قربان كبير قدام باب المقبرة، واللي بيتم فيها عمل وليمة كبيرة قدام باب المقبرة بيتذبح فيها العجول الأربعة. بيدخل بعد كده الجسد المقبرة. أما مناظر إدخال الجسد فعمرها ما بتتصور، لكن بيعملوا إيه عشان يقربوا الفكرة؟ بيجيبوا 8 كهنة، 4 بيمثلوا الدنيا و4 بيمثلوا الآخرة، وبيتنازعوا الجسد كلهم هم ال8 عايزين ياخدوا الجسد ليهم. لكن طبعا اللي بيفوز في الآخر ال4 بتوع الآخرة بيروحوا مدخلين الجسد جوه المقبرة. أما ال4 بتوع الدنيا بيعملوا وليمة، وفي وقت الوليمة دي بيحصل الندب والنواح على روح المتوفى. وطبعا مفيش ندبات مؤجرين بالأجرة وندبات شرفيين من العائلة نفسها. وطبعا الندبات مش بيندبوا ويصرخوا ويصوتوا، لكن بينشدوا أنشودة ثابتة ما بتتغيرش. محتواها كالتالي: يقول أتباع هذا الرجل: يا سيدنا، يا حامينا، أيها السيد الذي ذهب ونحن ننتظر أن يعود إلينا، فلتأتي إلينا الآن، إننا نريدك. ده نص الأنشودة بتاعت الندبات. أما حضراتكم العري في الرسومات المصرية القديمة، ده بيعني إن الشخصية دي المرسومة لم تتخطى ال10 سنين. وراهم بقى هنلاقي حملة الأساس الجنزي اللي شايلين صندوق، اللي هيكونوا شايلين صندوق الأساس الجنزي، هيكون لونه أزرق جواه تماثيل الأوشبت. بعد كده شايلين الأواني الخاصة بالمتوفى. بعد الصناديق اللي شايله الملابس والأساس الجنزي هنلاقي ناس قاعدين في الآخر. دول بقى مكتوب عليهم شباب المدينة، بيحضروا جنازة الفقيد. وطبعا دول أصحاب الحيثية في البلد، ودول بقى اللي بيكونوا لابسين أبيض وقاعدين ورا الموكب خالص. ده طبعا الموكب الجنزي من الفصل الأول من كتاب الموتى. قبل غرفة مقصورة القربان للمتوفى هنلاقي منظرين مهمين جدا، والمنظرين دول على الرغم انهم واحد لكن اتصوروا معانا هنا باسلوب مختلف. فهنلاقي الملك امنحتب الثالث وقاعده ورا منه على عرش الالهه معت، وهنلاقي ورا امنحتب الثالث رموزه اول واحد واقف وهو اصلع، وورا منه رموزه متكرر مره ثانيه. وهنا بقى بيعبر عن المهام اللي كان بيحملها اعتبار واحد من كهنه معبد امون. فهنلاقيه بيقدم رموز السلطه للملك امنحتب الثالث، واللي هي كانت العصايه. بعد كده المنظر اللي وراه القربان ده بقى ما اكتملش، وعشان كده هنلاقي الخطوط الحمراء اللي هي لسه معموله، واللي بدأ الفنان يمشي عليها باللون الاسود. والمنظر ده طبعا اسلوبه امنحتب الثالث. لكن على الجهه الثانيه هنلاقي المنظر المكرر رع موزة لكن مع اخناتون. فهنلاقي في المنظر اخناتون وورا منه نفرتيتي في المقصوره الملكيه، وفي المنظر ده بقى هنلاقي رع موزة وهو بيتسلم الهدايا من الملك اخناتون. ومنظر تاني وهو يتعبد او بيحيي الملك اخناتون وهو راكع. وطبعا هنا هنلاقي فرق اختلاف في الفن ما بين امنحتب الثالث وامنحتب الرابع اللي هو عصر اخناتون. بعد عصر اخناتون في عصر الرعمسة أزيلت مناظر اخناتون من المعابد والمقابر، وعشان كده هنلاقي التهشيم كتير في داخل مقبرة رموزة في الجزء الداخلي منها. أعيد استخدام مقبرة رموزة أكتر من مرة، وعشان كده هنلاقيهم فتحوا ممر بيؤدي إلى تحت الأرض. هنجد بعد كده منظر مجموعة من الحاشية وهي بتحيي الملك اخناتون أثناء خروجه من الشرفة. هنلاقي كمان رمز الغكر
وهنلاقيها 3 غكر، ودي اللي بتعني زينة أو زخرفة، وبتعبر هنا عن الإضاءة أو الشعلة. اسمها غكر ومعروفة عندنا من الأسرة الثامنة.